يدلوني على أصحاب الجوالات. أخبرني بعض الإخوة أنه بعد انتهاء الدرس والدخول في المذاكرة أو الأسئلة إلى الجوالات. تدلوني بارك الله فيكم على أصحاب الجوالات. ونحب أن نسمع من الإخوة الاقتراحات فيما يتعلق بالجوالات. الجوالات يا أخوان ممكن تستخدم في شيء مباح وفي طاعة الله ينتفع بها الإنسان، أما التوسع فيها فهي خطيرة، لا سيما هذه الجوالات التي فيها الكاميرا فيها إيش سمى الذاكرة. نعم، ولو فيما بعد، لأن الملاحظ والشكوى من بعض الإخوة أنهم يكثرون الانشغال بالجوالات. ما كنا نعرف هذا من قبل لأن ما كانت موجودة هذه الأجهزة، الآن انتشرت بقوة وبكثرة ورخيصة وفيها مفاسد. وكانت عندنا مكتبة قرطاسية بجوار سكن الطلاب، وفيها من المجلات المخلطة، وفيها من الصور لا خشينا على أنفسنا وأبنائنا وإخواننا من الطلاب. وتعرفون بارك الله فيكم صارت الجوالات فيها شيء كثير. فأخبرني بعض الإخوة الإندونيسيون أن في مراكزهم في إندونيسيا بعض المراكز منعوا اقتناء الطلاب للجوالات. أنت طالب علم إذا أردت أن تتصل تعال استأذن، خذ جوالك واتصل. أما أن يبقى في حوزة في الصباح والمساء قالوا تحصل مفاسد. فعلا الذي يحتك بالطلاب ويسمع أخبارهم وتأتي مشاكلهم تأتي مفاسد من وراء هذه الجوالات. ومن الإخوة من يتنحى ويجلس ساعات الطوال مع الجوال. يا أخي لو كنت في بحث وقراءة فاعلم أن الجوال يضيع عليك الوقت، مثل أجهزة الكمبيوتر والإنترنت. الإنترنت يعني عالم واسع، ممكن الإنسان يكون عنده مسألة فقهية أو عقدية أو أي مسألة يريد أن يبحث، فلو دخل بالإنترنت وتصفح ممكن تضيع عليه الساعات الطوال ويخرج عن الموضوع الذي كان يبحث عنه، فهو يضيع ويشتت الإنسان. ولهذا الله أعلم أن ضعفت الهمم عند كثير من الطلاب القدامى بسبب انشغالهم بهذه الأجهزة وهذا الإنترنت. الإنترنت عالم يا أخي. لو تعرف وأخذت المجلة التي توضع لشغلتك، فكيف العالم كله بين يديك؟ خاصة الذي عنده خبرة ما يمل ولا يكل وهو يقلب صفحات. الحقيقة يعني انظروا إلى بعض مساوئ هذه الجوالات. يخبرون الإخوة أن عددا من إخواننا الطلاب في هذه الدروس أول ما ينتهي الدرس انشغل بالجوال، لا إله إلا الله، ما عاد يستطيع يصبر إلا بعد الصلاة. يدل على أنه متعلق جدا. بعضهم رأيته بعد الفجر، بعضهم ينعزل في مكان بعيد وتأتي عليه فجأة وهو بين الجوال. لماذا يبتعد عن الناس إلى الأماكن البعيدة وينشغل بالجوال؟ ماذا عنده في الجوال؟ يترك المسجد والضاحي وهذه الساحات يذهب إلى الأماكن البعيدة وساعات يعني أوقات طويلة يقضيها مع الجوال. فالحقيقة تتنبهوا بارك الله، فالإخوة يتنبهوا في وقت الدرس درس، لا يكون هناك انشغال بالجوال ولا بشيء. الكلام يطول جدا يعني في مسألة الجوالات ومفاسدها، خاصة كثير من الإخوة مشترك في الإنترنت في هذه الجوالات. فنحب أن نسمع. جاء اقتراح في وقت مبكر حوالي قبل 6 أشهر من بعض الإخوة الأفاضل أصحاب العوائل فيما يتعلق بالجوالات، وكان حصل تساهل في الأخذ ببعض الاقتراحات فيما يتعلق بالجوالات. لكن هذه الأيام نسمع شكاوى فيما يتعلق بالجوالات وانشغال بعض الطلاب بها، ولعل بعضهم يخرج عن طلب العلم إلى أودية أخرى. بارك الله فيكم. فأصحب فيما بينكم معشر طلاب العلم أن هذا الجوال الجهل باستخدامه وهذه الأجهزة الجهل باستخدامها قد تكون أفضل من العلم بها. فتنة للإنسان فتنة كبيرة. على كل يعني الإخوة الطلاب ظاهرة السهر قد تأتي بسبب هذه الأجهزة، لأنها شيقة، ممكن يحرم نفسه لذة النوم لأنه في لذة أخرى، هي لذة تقليب صفحات الإنترنت
متابعة الأخبار، أحيانا أخبار سياسية، أحيانا نقول نحمد الله في الجيوش منقطعون عن كثير من الفتن، ما ندري أن بعض إخواننا تأتي الأمور أول بأول، يعني تأتينا في جرائد من هذه الجوالات، يشتركون يتابعون المحطات الفضائيات والأمور والأخبار. والله أنا عن نفسي كنت في غفلة، يعني هذه نعمة أنا في الجيوش، أظن نفسنا إذا تركنا الجرائد وتركنا الإذاعات ما ندري أن يعني أشياء تدخل علينا وعلى أحوالنا. نعم لا تنشغل، كثير من الأخوة يسهر في الليل ويسوي هذه الأشياء، ينشغل بالإنترنت شيء، يعني حتى لو الصفحات العلمية، أنت طالب علم عندك دروس، عندك مراجعة قرآن، عندك أمور، فكون الإنسان مثلا الردود هذه والمشاكل الدعوية الموجودة في العالم بصفحات الإنترنت، المشاكل السياسية، المشاكل الكثيرة الجديد في العالم، أمور وأخبار الدعاة والعلماء والمشايخ، هذه كلها تحتاج إلى وقت واسع من الصباح إلى المساء. يعني أحيانا نمر في أسفارنا على بعض الإخوة يكون عنده إنترنت من أقاربك أو شيء تنزل بسرعة يفتح لك سحاب بحر، يدخلك في هذه الصفحة على هذه الصفحة، هذه سحاب فقط. كيف بالأشياء الأخرى؟ وفي هناك مواقع أخرى مسائل الدعوية وأخبار يعني ما يجري في العالم، هذا يأخذ عليك جل الوقت. فانتبه يا طالب العلم، انتبه، قد تكون نقمة ولا تكون نعمة، يعني حسن استخدامك لهذه الأجهزة تتوسع تضيع عليك أوقات كثيرة بسببها. فإما الإخوة يلتزموا بحسن الاستخدام للجوالات، وإلا قد نرجع إلى بعض الاقتراحات القديمة التي تظهر والله أعلم أنها صادرة من أناس أهل خبرة بهذه الأجهزة وهذه الجوالات. نحن لكوننا لا خبرة لنا أبدا، أنا عن نفسي ما أعرف أفتح الجوال إلا كلمة صادرة، كلمة فائدة، كلمة سلمة، وهكذا الإنترنت عمري ما فتحت إنترنت ولا أعرف كيف أفعله. لجهلنا بهذه الأشياء يعني عملنا هذه الاقتراحات التي جاءت بعض الإخوة الأفاضل الذين لهم خبرة واسعة في هذه الأجهزة وهذه الخدمات وهذه البرامج، فنصح نصائح في الجوالات وعملناها خليناها على جنب. لكن يعني جاءت بعض الشكاوى في هذه الأيام من مستخدمي الجوالات والأجهزة، فإما أن يحسنوا استخدامها في المسار الصحيح، إلا يكون أمر آخر في التشاور مع الإخوة حتى يحد من مفسدة هذه الأجهزة. أنت يا أخي الذي جئت من صنعاء أو من حضرموت أو من عدن أو من لحج أو من الخارج، تستطيع تستخدم الإنترنت وأنت في بيتك بدون رحلة في طلب العلم ولا تفرغ، صح ولا لا؟ هو في بيتك يستطيع يستخدمه ويدخل غرفة، وإذا كان بهذه الأجهزة يطلب العلم ما يحتاج طالب العلم أن يرحل ولا أن يتفرغ، يجلس في بلده البعيدة أو القريبة ويتفرغ لطلب العلم في غرفته، لأن كل العلوم والكتب موجودة في هذه الأجهزة. لكن هل هذا فعلا هل هذه الطريقة صحيحة في طلب العلم؟ أن الإنسان يوسع على نفسه ويفتح ويتتبع ويجعل يقرأ في مواضيع هذه قد تكون فيها ضياع، ينبغي أن نتناصح فيما بيننا، نتناصح. هذا قد يكون ضياع لطالب العلم، وخاصة هو في طور الطلب، تعرفون الطالب المبتدئ في نفس الحاجة إلى أن يستثمر وقته، وناس كثيرون من إخواننا الطلاب جزاهم الله خيرا وفقوا لاغتنام أوقاتهم، برمجوا أوقاتهم ونظموها. بعد الفجر عندهم قرآن، عندهم متون، عندهم دروس، عندهم تفريغ، عندهم راحة، عندهم نوم، عندهم كذا، وهكذا أوقاتهم من الصباح إلى المساء وهم في تحصيل وفي طلب. الذين ينشغلون بهذه الأجهزة سواء كانت المحمولة أو كانت هذه الجوالات، صارت يعني مثل هذه الأجهزة المحمولة فيها كل شيء. نعم، عندنا نصيحة للإخوة في ترك هذه الأجهزة التي فيها الذاكرة، ما تكون جهاز فيه ذاكرة إلا فيه آلة تصوير ولا في كاميرا. أيوة. يعني نصيحتي لنفسي ولإخواني من وقت مبكر أننا لا نقتني لأنها فتنة. أنا عن نفسي فيما أمشي عليه ما أقبل هذه الأجهزة، تأتي بعض الهدايا من هذه الأجهزة الجوالات أو الكاميرا أردها، أقول ما أريدها لأنها تفتح على الإنسان بابا. لكن ما كان مضطرا مثلا تاجر من التجار، بعض الأعمال تحتاج إلى أن يكون له ذاكرة وبعض المعلومات قد مثلا يكون. لكن عموم الإخوة ماذا ينتفعون؟ هو طالب علم متفرغ للطلب، ماذا ينتفع بهذه الأجهزة؟ قد الأوقات التي تضيع عليه والخراب، وبعض الناس أخبرنا أنه يضيع ويفسد، يعني ليس بسبب المشي إلى السينما ولا إلى المراقص، قد يكون من بعد هذه الأجهزة. بارك الله فيكم، فيها مفاسد كثيرة. جلست مع بعض الإخوة ونبهوني على أشياء
يعني خطيرة في هذه الأجهزة بارك الله فيكم، كان قد ثبت في بعض المراكز وفي بعض الأماكن من طلاب علم يعني فعلا تنزل أقدامهم وهم في مثل هذه الأمور مع هذه الأجهزة والتوسع فيها. الأخوة يعني لا يتوسعوا، أنا أرى أنهم قد بالغوا وتجاوزوا إلى حد أنهم في وقت الدروس يعني هكذا يكون التعلق في أثناء الدروس، يعني يفتحون هذه الأجهزة ويتابعون فيها إلى هذا الحد ما عاد يستطيع طالب العلم أن يصبر إلى انتهاء الدرس وأداء الصلاة. إذن نكرر التنبيه بارك الله فيكم أن الإخوة إما أن يحسنوا استخدام هذه الأجهزة المحمولة وهذه الجوالات، وإلا نرجع إلى بعض الاقتراحات التي وضعها بعض الإخوة الأفاضل من قدامى طلاب العلم عندنا الخبرة بهذه الأجهزة وهذه الأشياء. بل كلمني بعض الإخوة العادل أنه في بعض المراكز في إندونيسيا أنهم منعوا هذه الجوالات للمفاسد التي حصلت، ولعل الإخوة الاندونيسيين الحضور يعرفون هذا في بعض المراكز منعوها، وكان المنع ناشئ عن خبرة ليس عن تعمد ولا عن تحقق، عن خبرة يعرفون أن فيها يعني مصالح وفيها مفاسد، لكن لو أربت وزادت المفاسد على المصالح ممكن تمنع. فإن شاء الله الإخوة ينتبهون. السهر مضر بارك الله فيكم، السهر طالب العلم مضر، أن يسهر أشياء ممتعة وشيقة. هذا الآن الذي يعني يجر كثيرا من الناس للتمادي والتجاوز، لأنها شيقة. يعني أي موضوع يخطر على بالك، أي فتنة، أي خبر، اذهب افتح الإنترنت وتحصل يعني أشياء متتابعة متلاحقة ما يكاد يمل الإنسان ولا يكل وهو يقرأ فيها. هذا لو كان منضبطا في الأمور الشرعية والعلمية، فكيف إذا استدله الشيطان وهكذا؟ نعم، نحن الآن في هذا الزمن طلاب العلم مساكين، ليسوا كالزمن الأول كثرة المعين لهم والأجواء العلمية والبيئات المساعدة على طلب العلم وعلى الاستقامة والصلاح. أما البيئات الموجودة اليوم فهي بيئات فاسدة لا تعين على الصلاح ولا تعين على طلب العلم، لكثرة المفاسد وكثرة الشرور وكثرة الأعداء وكثرة العوائق والمزالق والأمور التي تأخر طالب العلم. فلهذا الإنسان، أنا والله حقيقة إلى قبل أيام وأقرر لإخواني في الجلسات نحمد الله، نحن في مكان منعزل، نحمد الله. يعني أفكر أن ما عندنا جرائد تأتي، ما عندنا يعني أكثرنا ما هو تابع للإذاعات، ما ندري أن يأتينا الشر من أبواب أخرى يعني أعظم وأعظم من هذه الجرائد وهذه الإذاعات. فاتق الله يا طالب العلم، أنت الله سبحانه وتعالى وفقك لطلب العلم والتفرغ له، فأقبل على ما أتيت لأجله. تفرغ، كونك تصير بدويا ما تفهم خير من أن تكون يعني تذهب أوقاتك وتضيع في أشياء لا تعود عليك بالنفع. بارك الله فيك. كن بصيرا بأمر دينك، ولو كنت جاهلا بأمر الدنيا فأنت طالب علم متفرغ للطلب. ولو يعني زدنا في الكلام، انظروا إلى حصيلة الإخوة الذين يعتنون جدا ويبالغون في هذه الأجهزة المحمولة أو في هذه الجوالات. لو جلست مع واحد منهم كم لك ما هو الذي درست، ما هي معلوماتك، ما هي محفوظاتك، هل استطعت تراجع القرآن، هل استطعت تراجع المتون، هل أتمت دروسك. ليس المقصود أنك تحضر فقط، يحضر في الدرس الفلاني في الكتاب الفلاني، هل استوعب، هل هضم، هل راجع، هل استفاد الأوقات الكثيرة التي تسمح لطالب العلم. يعني الذي ينشغل بهذه الأجهزة أنا أجزم أنه تذهب عليه الأوقات الكثيرة بسبب أنه في عالم ثاني لا يحتاج إلى أنيس يؤنسه ولا يحتاج إلى من يملأ عليه وقته، فعنده خير أنيس وخير جليس، مو صغير ما يأخذ عليه حيزا في فراشه ولا في موضع نومه، صغير جدا. فهذا انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا. أنا نبهني بعض الإخوة قبل يومين على خطورة الجوالات والأجهزة ممن له خبرة واسعة، وقلنا إن شاء الله ننبه الإخوة، ولعل في هذا التنبيه يقل الشر. المقصود ولو يقل الشر السهر على هذه الأجهزة ينتبه لها طالب العلم. الناس ينامون ويستيقظون، وبعض الإخوة إلى ساعات متأخرة على هذه الأجهزة عاكف، هذا خطأ. الناس بعد الفجر في قراءة للقرآن، بعض الإخوة يتنحى إلى أطراف وهو منشغل بالجوال. يا أخي هذا وقت القرآن، كيف تتنحى وتنشغل بالجوال؟ ماذا معك وأنت بشكل يومي بهذا الجوال؟ هل فيه القرآن؟ يا أخي خذ المصحف مباشرة، ليش من طريق الجوال. ثم
قد نبه وذكرنا لكم يعني فائدة من الخطيب البغدادي أن أفضل أماكن الحفظ هو البعد عن موضع الأنهار والخضرة والأزهار والحدائق. هذه مما تلهي وتشغل. ما يستطيع طالب العلم أن يحفظ وهو بين الأزهار، بين الطيور، الماء الجاري، العصفور يأتي من هنا لا هنا، وش يحفظ؟ أنت استغرب، ترى أناسا بعد الفجر بين الأشجار، إيش هذا؟ ما حصل موضعا يحفظون فيه إلا بين الأشجار. فتبين بعد أيام أن المسألة ما هي مسألة قرآن في اليد، إنما جوال في اليد. بين الأشجار صح يصلح الجوال بين الأشجار يعني، لكن المصحف أنك تقرأ وتحفظ لا، ما يصلح. هذه نصيحة العلماء، أن ما يصلح الإنسان ينتهي بهذه المناظر، ينظر يمين ينظر يسار، ما يحصل له التركيز. وهكذا السكنات بارك الله فيكم، سهر إلى آخر الليل، وانشغال في أوقات كثيرة في النهار، في الضحى، بعد الظهر، بعد كذا.